قفزة تاريخية قام بها النجم يوسف الناصري في مباراة المغرب ضد البرتغال، حيث سجل مهاجم أسود الأطلس هدف الفوز من خلال ضربة رأسية سكنت شباك الحارس ديوغو كوستا. وبحسب ما ورد في بين سبورت فإن قفزة الناصري قد وصلت إلى ارتفاع 2.78 مترا. ظهر يوسف في لقطة الهدف وهو يتفوق على الحارس الذي خرج وهو يحاول إمساك الكرة بيده. هذا الموضوع يمكن أن نسميه قفزة نحو المستقبل. لم تكن قفزة اللاعب الطائر يوسف الناصري مجرد قفزة في الهواء، بل نقلت المغرب بكامله نحو درجة أعلى في سلم المجد. إنها قفزة نحو المستقبل. فها هو المغرب اليوم بصدده يقوم بإعادة كتابة تاريخ كرة القدم، فبإقصائه لمنتخب البرتغال وتأهله لنصف النهائي يكون المنتخب المغربي قد قلب جميع مسلمات كرة القدم ووضع قواعد لعب جديدة ستقلب يقينيات كرة القدم المسطرة منذ انطلاق هذه اللعبة. والانتصارات في مباريات كرة القدم لديها رمزيتها التاريخية، سواء أحببنا أو كرهنا فنحن نستحضر خصومنا فوق الملاعب. صورة الخصوم التاريخيين خصوصا أولئك الذين يلعبون تحت رايات دول كان لدينا معها ماض أليم، وإلى حدود اليوم هزم المنتخب الوطني منتخب دولتين كان لدينا معهما ماض استعماري هما إسبانيا والبرتغال. وإذا كان الإسبان لا يزالوا يحتفظون للمغرب بذكريات مخيفة عن حرب أنوال التي فقد فيها الجيش الإسباني في جبال الريف 13,000 جندي، فإن البرتغاليين لا يزالون يخشون المغرب إلى اليوم بسبب معركة الملوك الثلاثة التي فقدوا فيها ملكهم وجيشهم بالكامل وأيضا سيادتهم، بحيث ضمت إسبانيا البرتغال إلى أراضيها. وإذا كان مقدر أن يلعب المغرب ضد فرنسا وأن يرسل منتخبها إلى البيت كما صنع مع آخرين قبلها، سنكون قد صفينا الحساب مع تاريخ مثقل بالغبن والدنيا مع مستعمرين السابقين. لهذا أعتقد أن الانتصار على منتخبات هذه الدول الثلاثة التي استعمرت المغرب على مراحل تاريخية متفاوتة سيشفينا نهائيا من عقدة المستعمر السابق، وسيمنحنا الثقة والقوة اللازمة للوثوق بقدر المغرب الذي لا يمكن أن يكون سوى دولة عظيمة كما كانت دائما عبر التاريخ. وعلى مستوى آخر خضع ويخضع المغاربة طوال شهر تقريبا لأكبر عملية علاج نفسي جماعي بفضل المعجزات الكروية التي تحققها المنتخب في مونديال قطر إلى حدود الساعة. كان المغاربة يوجدون على ذيل قائمة الشعوب السعيدة، واليوم يمكن أن نقول أن سعادة المغاربة لا يمكن قياسها بفضل منتخبه الذي أعاد إليه ذلك الإحساس المفتقد بالرغبة في الفرح والاعتزاز بالهوية المغربية التي تشكل الأسرة ورضاة الوالدين جوهرها. لا نكشف سرا إذا قلنا أنه إذا كان احتقان كبير في المغرب مثل كل بلدان العالم راجع بالأساس إلى تداعيات أزمة كوفيد وإلى التضخم الذي تسبب في ارتفاع الأسعار ومعها تكاليف الحياة، والحمد لله الذي جعل هذا الاحتقان يتم تصريفه على شكل أمواج بشرية في الشوارع تحمل الرايات وتهتف فرحا بالنشيد الوطني. إننا نرى ونشعر بأن انتصارات المنتخب الوطني رفعت مؤشر الثقة في النفس لدى المغاربة ورفعت منسوب الوطنية والاعتزاز بالانتماء للمغرب، كما عززت الشعور بالفخر والشرف بالاعتزاز بالنفس. وهذه كلها مشاعر لا يتم استدرارها عادة لدى شعابنا سوى بالانتصار في حرب. علينا اليوم جميعا أن نعي أن المستوى الذي وصل إليه الشعور والحس الوطني عالي جدا، وعلينا أن نستثمره جيدا حتى لا يتلاشى. وأفضل طريقة للاستفادة من هذا المنسوب العالي من الحس الوطني هو تعميم القيم التي رسخها المنتخب في كل مبارياته، أقصد المثابرة والتواضع والعمل الجد والنية الصادقة والثقة في المغاربة في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. لقد رسم المنتخب الوطني خط السير وأعطى وصفة النجاح، ولم يبقى لنا سوى أن نعقد النية وأن ننطلق. إلى اللقاء إلى حلقة أخرى إن شاء الله.